مرحبا بكم في أطياف البرنامج الحواري اللي غنناقشوا من خلاله مواضيع مختلفة كتهم الرأي العام الوطني من مختلف زوايا النقاش. دكتور أنس فيلالي، مرحبا بك. أهلا صافوك وسهلا. معنا في برنامج أطياف اليوم. أهلا وسهلا. طونك دكتور فارماسيان، عندك احتكاك كبير بصيادلة القاعدة كما كنسميوهم. اليوم جينا نناقشوا الموضوع اللي أثار واحد الضجة كبيرة مؤخرا، التوصيات ديال مجلس المنافسة بخصوص فتح رأس مال الصيدليات. دونك كيفاش تلقيتوا هاد التوصيات؟ يمكن هي باقي ماشي قرار. كيفاش تلقيتوا هاد التوصيات وشنو الرأي ديالكم في هذا؟ وهو صراحة كانت مفاجأة كبيرة، رغم أنه كانوا إشارات منذ مدة، ولكن احنا بعد سقنا الخبر. أنا بعد سقت الخبر هذه واحد 10 أيام صراحة. جبدت الهضرة وبين الصيادلة، واتضح هو أنه وقعوا لقاءات في شهر 1 5 يناير، كانوا استقبلوا تمثيليات ورئيس الهيئة. وحنا حتى لدابا حتى مؤخرا عاد بدينا نسمعوا شي حاجه كتابه ولا شي حاجه ما توصلنا شيء، الى عاد مؤخرا عاد دابا الصيادله بحال جاتهم واحد، سمح لي العباره، بحال واحد التصرفيقه. ما كانش ينتظروا هذا الشيء، والمضمون ديالو صعب، خطير جدا على الحاضر وعلى المستقبل ديال الصيادله وعلى المنظومه الصحيه وهذا الشيء غادي يقيس حتى المواطن، غيقيس حتى المريض. شنو تيقولوا انه غادي يفتحوا المجال لرؤوس الاموال باش ياخذوا القطاع ديال الصيدله، ربما حتى المسافات اللي تتكون بين الصيدليات حتى هما غادي يرجعوا نظر فيها، وتحرير اوقات العمل. الصيدلي ما تيرفض هاد المساله هذه، تيرفضها بتاتا، لانه تتقيس الكيان ديالو، الوجود ديالو. نزيدو نتعمقوا في هذا. غير حسب ما فهمت دكتور ان هذا الشيء كانت يمكن مفاوضات قبل مع التمثيليات ديال الصيادله، ولكن الصيادله ما كانش عندهم علم بها. لا مفاوضات ولا من باب الاخبار. المفاوضات كانت على اسئله اخرى ونقاط اخرى. دابا الا تذكرتي، كان في ابريل 2023، اليوم الخميس 13 ابريل 2023، كان الإضراب الشامل العام ديال صيادلة المغرب. على إثرها بادرت الإدارة بسرعة بطلب الصيادلة باش يدخلوا في محاورات. علاش؟ لأن ذاك النهار كانت تحبس الدواء في المغرب نقولوا. ورغم أن الصيادلة حرصوا على أنهم يوفروا واحد القسط ديال الدواء، لأن تيبقى ديما المريض والمواطن هما في عينيهم، على عاتقهم، مسؤولين عليه، ولكن كان إضراب شامل. من بعد منها الإدارة بادرت بطلب، ولا شنو زعما يزون انفيتي لي التمثيليات، كيفاش استدعاهم طلبوا منهم بأنهم يجيو يحضروا ويدخلوا في تحورات باش يلقاو واحد الحل وسط. صراحه زعما نصرحك نقول لك ان صيادله القاعده كلهم كانوا متشائمين من هذه التحورات. لاش هذه التحورات؟ بمعنى كل شيء الطلبات ديالنا كانت واضحه باينه، هو انه الدواء خصو يرجع للصيدليه، ما يبقاش تيتباع في بعض الاماكن اللي ماشي مخصصه للصيدليه. هو انه المونوبول ديال الصيدله ديال الدواء خصو يكون عند الصيدلي، بمعنى واحد التكميلات غذائيه خصها تدخل، الدواء المعقم خصو يدخل، برودوي فيتيرينير. نعم، لي برودوي فيتيرينير، الادويه البيطريه خصها ترجع للصيدليه لانها تتكون في حفظ. الاطباء ما يبقاوش، بعض الاطباء منهم اطباء الاطفال اللي تيديروا حقن ديال لي فاكسان وديال التلقيح اللي تيديروهم تيبيعوهم المرضى، بمعنى هما خصهم يدخلوا للصيدليه، والدواء المعقم حتى هو يدخل للصيدليه، والاجهزه الطبيه خصها تدخل للصيدليه. وهادو ما كانوا طلبات ديالنا. وعاوتاني المساله ديال الثمن ديال الدواء، الانخفاض ديالو اللي ما كانش مع دي ميزور داكومبانيومون، ما كانوش الدواء هو انخفض ولكن الصيدلي داكشي من الربح ديالو تيتنقص. للعلم هو انه في هذه 10 سنين كل شيء طلع في الثمن، ما كاينش شي حاجه اللي ما تزادش في الثمن الا الدواء اللي تنقص في الثمن ديالو.
والصيدلي بعدا على فكره ماشي ضد ماشي ضد بطبيعة الحال. ماشي ضد انه الدواء يتنقص. وهذه القضيه ديال ان الدواء تنقص راه فيها نسبيه غير فيها بزاف كانت فيها بزاف الشعبويه فيها تماما، وفيها بعض الخفايا، واحد الخبايا، لان تنقص شي حاجه وشي دواء تنقطع اللي كان مهم جدا، اللي عنده صلاحيه وكان منخفض في الثمن ديالو ما بقاش. جوستومون دكتور حنا ما كرهناش اننا الهدف ديالنا اننا نتواصلوا مع الصيادله بطبيعه الحال ديال القاعده، وكنتواصلوا حتى مع المواطن، لان هذه القرارات كما تقولوا كضر حتى بالمواطن. المواطن كيتساءل على الارتفاع ديال الاسعار ديال الادويه في المغرب مقارنه بدول اخرى. واش الصيدلاني هو المسؤول؟ لان الاصابع الاتهام كتمشي للصيدله، مع العلم هو اخر حلقه في ديك السلسله ديال الاصابع الاتهام تتمشي للصيدلاني، لانه كاين واحد توجيه ديال الراي العام، فهمتيني، عبر لي ميديا، عبر وسائل الاعلام، انه الصيدلاني اللي وقعت الصيدلاني هو المسؤول. غلا الدواء الصيدلاني هو المسؤول، ما توفرش الدواء في الصيدليه الصيدلاني هو المسؤول. الصيدلاني ولا هو ذاك الحيط القصير اللي خصنا نمروا عليه بعد السياسات ولا بعد ولكن لما كتحملوا المسؤوليه دكتور فاش في مساله ديال ان السعر ديال الدواء غالي في المغرب مقارنه بالدول الاخرى. شفنا بزاف ديال الناس اللي كيقارنوا مثلا بين الدواء مثلا في المغرب، في مصر، حتى في اوروبا. شكون المسؤول بالضبط على الدواء كاين واحد القسط كبير ديال الدواء اللي تيتصنع في المغرب، وكاين دواء اللي تيستورد. الصيدلي ما تيدخلش بتاتا في الثمن ديال الدواء هذا. اتضح هو انه بعض الادويه اللي تتكون زعما في الانتاج ديالها رخيصه جدا، والمصنع تياخذ فيها واحد الهامش ديال 100 200% 300%. ولكن ما نساوش هو انه حتى بحال دابا راه عند شنو نقول الاداره ولا تياخذوا الخزينه، راه تاخذ واحد القسط، واحد التي في على هذا الدواء هذا، بمعنى هما منتفعين. يعني الدواء كيوصل عند الصيدلاني غالي، يعني كيوصل عنده تماما، كيوصل عنده غالي، كيشريه بالغلا حتى هو تماما تيوصل عنده غالي. يعني ذاك الارتفاع ديال الاسعار الادويه راه حتى الصيدلاني مضرر منه، راه هو كيشريه غالي. يعني ماشي حنا عندنا هامش ربح، فوالا حنا عندنا واحد الهامش ديال الربح على موضوع تيجي بالموضوع على هذه النقطه هذه ديال هامش الربح. وقع واحد الجدل كبير ووجهوا الراي العام عاوتاني عبر شنو هما لي ميديا، عبر الصحف، عبر هذا، هو انه هامش الربح ديال الصيدلاني تيفوت 50%، 57%. وهذه كانت ضربه قاسيه بالنسبه للصيدلاني، لان الصيدلاني ماذا به مرحبا يعطيونا 54%. الصيدلاني عنده هامش ديال الربح تيتراوح تقريبا 30% بغوت، بمعنى خصو يخلص منها لي شارج ديالو، خصو يخلص منها الاجيرين ديالو، الضوء، الماء، الكرا، الضريبه، وتتبقى له واحد 10%. الى وصلت واحد 10% فاني 57%. ولكن هما بالاعلام قبيله نقلب على الكلمه، بالاعلام خرجوا بهذه المعطيات هذه اللي كانت زعما تقصحوا فيها الصيادله، لانه امام المواطن تيحشموا حتى المواطن. شنو معناتها انا تناخذ هذا الهامش الربح هذا اللي كبير واحد الدواء اللي غالي، وفعلا هو غالي، نعترفوا انه غالي، واللي كانوا تيتنفعوا منه شكون هو؟ المصنعين. وبيان سور الدوله ديما تاخذ واحد القسط ديالها ديال لي باكس في اي ثمن ديال اي شي حاجه، اي مبيعات ديال اي حاجه. دونك هذه النقطه. قبيله شرنا لذاك انه الهضره من قبل وكنا تنهضروا انهم استدعوا تمثيليات. دونك تمثيليات كانوا تيديروا معهم تحورات على هاد النقاط هادو كلهم، الى ان وصيدات القاعده ما كانوش باغيين ان هاد التمثيليات هادو عاوتاني هي واحد النقطه اللي فيها حتى هي نطرقوا لها ان شاء الله عندنا تماما، انهم كانوا باغيين يدخلوا في التحورات، لان التحورات هذه تكون طويله وكذا. اعطيني الحقوق ديالي اللي باش نتمتع انا بواحد الاريحيه، باش نقدر نعطي نخدم زعما الخدمه ديالي بطريقه سلسه.
وصحيه للمريض، ونبقاو في علاقات وديه وصحيه معنا احنا والمريض. دونك 3 سنين هما تيطولوا بهم حقا مازال. وعاد بعض المرات تيوقعوا بعض الحالات هنا تيقول لهم سمحوا لنا دابا راه كاين هذا الزنزال ديال الحوز، سمحوا لنا دابا كاين فيضان، سمحوا لنا كاينه هذه، والتاجيل والصيادله ديال القاعده تينتظروا. وقع واحد الملل وواحد الياس الى ان وقعت هذه المفاجاه الكبيره بحال هذا الزلزال هذا اللي وقع، اللي ما عنده حتى شي علاقه. انا دابا تنجاوبك على السؤال ديالك، ما عنده حتى شي علاقه مع داك التحورات اللي كانوا تيوقعوا مع لا دي ام بي، مع المديريه العامه للادويه، مع المديريه ديال الادويه، وبحضور الوزير القديم، وتيتبدل تيمشي وزير تيجي وزير. الا جات المفاجاه هذه ديال دابا تنهضروا على إعادة النظر في وجود الصيدلي على التراب الوطني، وأنه ما غادي يبقاش داكشي. وهذا الشيء كان قالوا واحد الوزير عندنا سميه هو المراوي ولا المراوي، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللي امام الملأ في واحد الجامعه تيقول لهم انه هذه دابا واحد 3 سنين تقريبا ولا 4 سنين كان قال واحد المساله الصيادله استغربوا وجاتهم الضحكه. شنو قال؟ انه يرتقب انهم دابا واحد 10 سنين 15 عام ما تبقاش الصيدليه في المغرب، ما تبقاش الصيدليه على هذا الشكل هذه دابا، هذا المعتاد التقليدي ما تبقاش في المغرب، ما تبقاش. اذا نفهموا انهم هما خدموا على هذا الاساس، خدموا على الصيدليه ما تبقاش. وعندنا فيديو نقدر نوصلوا لك سي يوسف، تيقول هو انه ونحن راح تنخدموا على هذه النقطه هذه. الوزير قال بان تنخدموا على ان الصيدليات ما تكونش ما تبقاش مستقبل، انه غادي يوقع اعاده النظر، وانه يرتقب انه غادي يوقع اخفاء لا ديسباريسيون. هكذا هو هضر بالفرنساويه، لا ديسباريسيون ديال لي زوفيسين في المغرب، اخفاء ديال الصيدليات في المغرب دابا واحد 20 ولا 15 عام. وتيناشد الكليات اللي تيوجدوا الصيادله للعلم. الرأي العام هو انه في هذه العشر سنين الاخرى تكاثروا الكليات اللي تيوجدوا الصيادله، تكاثروا بشكل كبير. دابا في كل مدينه الرباط فيها وحده ديال كيفاش نقولوا بوبليك ديال الدوله، وحده بريفي ديال الخاص تتوجد الصيادله. في الدار البيضاء كاينه، في مراكش كاينه، في فاس كاينه، في جميع المدن دابا كاين كليات كليات خاصه اللي تيوجدوا الصيادله. ايوا كيفاش توجدوا الصيادله؟ باش في الاخر ما يلقاوش عمل، ما يخدموش، ما يفتحوش الصيدليه ديالهم، ما يكونش عندهم مستقبل. ولاش تفورميهم؟ لاش تتعلموهم؟ لاش تعطيهم هذا؟ اذا هذا الشيء دكتور كان مقصود، يعني جاي من دابا قبل تنفهموا انه كان مقصود يعني حاولوا انهم يوجهوا الراي العام تجاه الصيدلي على انه الصيدلاني كيربح 57%، باش يوجدوا الراي العام ان هذا الصيدلاني اللي كيربح 57% راه ما صراحه الصيدلي ما كانش يدخل بزاف، تيتعمق تيشوف شنو علاش كيفاش. مره تجيه كما قلت قبيله، تجيه واحد الضربه، واحد التصرفيقه، واحد الاعلام خاطئ، ديما تيكون متجه للراي العام. وتيشوف هو انه لانه حنا عاوتاني راس المال ديالنا شنو هو العلاقه اللي ديالنا مع المريض. تجي وتتقيس في ذاك العلاقه ديالنا وفي الثقه، والثقه هي كل شيء في اي علاقه بين الانسان. الثقه هي كل شيء. ذاك الثقه اللي داير فينا المريض انك تجي تقيسها بحال تشويه ديال الصوره ديال الصيدلاني. وهذا الشيء الله يبارك فيك سي يوسف، الغريب في الامر هو انه عمر التطاول، يعني نسميه تطاول، عمره ما كان بحال دابا على المهن الحره الاخرى. عمره ما كان على الاطباء، عمره ما كان على الممرضين، عمره ما كان على المحامين، عمره ما كان على غنقول عاوتاني على جراحين الاسنان. فهمتيني؟ التطاول هذا ديما على الصيادله. ولكن ترجعوا ليش؟ واش لان التمثيليات ديال الصيادله ما قايماش بالواجب ديالها، او لان ما عرفتش هذا المجال كيبان حيوي لشي ناس فيه ممكن انهم يا اخي علاش التطاول فقط على الصيدلاني؟ واش شنو خص الواحد يبين النياب ديالو، ماشي يوقعش التطاول عليه.
شتي هذا السؤال عاوتاني. واخا نقولوا كاين اخفاء ديال التمثيليات ولا كاين بعض الصراعات داخليه بين التمثيليات وكذا، ولكن الصيدلي في صيدليته في علاقته مع المواطن كاين شي مشكل. عمر المواطنين تشكاو من الصيادله. فاش شنو تنسمعوا انهم تيتشكاو من الاطباء، تيتشكاو من الطبيب، من المنظومه الصحيه، انهم مشاو لشي سبيطار وما قابلوهمش، ياك تنسمعوا هما تشكاو من النقل، هما تشكاو من الاداره اللي تتعرقل بعض المساطير، من البيروقراطيه، تيتشكاو من بزاف المسائل عامه، من التعليم، البنيه التحتيه، البنيه التحتيه، هادو شكايات ليجيتيم زعما شنو هي ليجيتيم زعما منطقيه ومقبوله، اللي تجعل ان الاداره دير واحد الاجتهاد باش تلبي باش تحسن، وعادي هو انه اي دوله غاديه بالاحتجاجات تيوقع التحسين والتطور. ولكن فحنا في الاطار ديالنا عمر سمعنا رغم الضربات القويه اللي تجي للصيدلي في هذه 10 سنين دابا ولا 15 عام، عمرنا سمعنا ان المواطنين تيتشكاو بالصيدلي ديالهم. ملي تجي تهبط لعند المواطنين تلقى واحد التقدير متبادل، تلقى واحد الارتباط عائلي ربما بعض المرات، كما تنقولوا بالعامه تربوا عليهم الكبده وما تيربيو علينا الكبده. شنو تلقى المواطنين الكسعه الكسكسو تيجيبوها للصيدليه، تلقى الصيدلي تيوقف مع المريض ديالو ماديا ومعنويا. عمر الصيدلي قطع الدواء على شي مريض محتاجه، عرفوا انه عنده مرض مزمن، وبحال دابا تيطلقوا، لانه نكونوا واقعيين، ماشي المغاربه كلهم اغنياء، راه كاينه واحد الطبقه، واحد الفئه اللي هذيك شويه معوزه، وانه داك الصيدلي راه بحال الحانوت اللي تا هو عنده الكارني والكريدي وتيوفر له. ايوا ورغم هاد الضربات هذه كلها وباقيه الثقه ديال المواطن في الصيدلي، تجي انت او نتوما وتتقولوا لا هاد الصيدلي ما بقاش صالح. شنو التطور وكيفاش هما دكتور الا سمحتي شنو هو المبتغى، شنو هي الفكره؟ هما الفكره في اللي شفت انا في التوصيات ديال مجلس المنافسه، انا بالنسبه ليه داك استعملوا مصطلح ديال الاحتكار، ان الصيدلاني كشخص ذاتي كبيرسون فيزيك، يعني احتكر الصيدليه واحتكر الدواء، وهذا الشيء صعب الوصول، صعب التمويل ديال ديك الصيدليه. الصيدليات بالتالي ولات كتعرف ديك كريز فينونسيير، يعني هما قالوا بان باش نتفاداو هذه الكريز فينونسيير نجيبوا نفتحوا راس مال الصيدليات، يعني هذا هو المبرر اللي برو. عجيب جدا. فعلا هادشي تتقول هو الشيء اللي تيروجوا، وهذا الشيء ما قابش راسو اساسا. اولا الا كاين الاحتكار، ماشي احتكار معلوم، لانه الصيدلي بفعل التكوين ديالو والدبلوم ديالو والمعرفه ديالو والاختصاص ديالو معلوم هو اللي خصو يحتكر، يكون عنده الدواء عنده، ما يكونش عند غيره. لمن باغي تعطي الدواء من غير الصيدلي مع الصيدلاني. القضيه ديال انه الولوج ديال الدواء الصيدلي ما تيكونش الدواء ولا كذا، نكونوا واقعيين، هو انه الصيدلاني تينتظر ان الاداره اللي توفر له الدواء، انا تيوصلني الدواء وتنسلمه للمريض، ماشي انا مسؤول على انني الدواء اللي ما كاينش مسؤوليه ديال الاداره ديال المسؤولين اللي في الصحه. لان مؤخرا دكتور الا سمحتي لي، مؤخرا خرج واحد ميدسان ان فيديو اللي اتهم لي فارماسيان بانهم هما المسؤولين على المساله ديال ان الدواء مقطوع. ما كرهناش نشرحوا اكثر للناس المسؤوليات في هذه المساله ديال ان الدواء ما كاينش، الدواء مقطوع. واش الفارماسيان يعني عنده كره يبيعوه ولا؟ تماما. اسئله طيبه جدا لان تستحق التوضيح. بعد هذه القضيه ديال جاء واحد طبيب ولا ميدسان واللي خدام جالس يتهم الصيدليات، والصيدليات شنو ديما الطريقه ديال الصيدليات هو انهم تيبداو يجوستيفيو. شنو هي لا جوستيفيكاسيون؟ تيبداو يبرهنوا باش من حق. هو هذا تطاول على الجسم الصيدلاني. كيفاش واحد الطبيب تيجي ويتهم ويطلق اتهامات بسهوله؟ كيفاش المجلس الاعلى ديال الحسابات تيجي وتيعطي واحد المعلومه خاطئه ان الصيدلاني تيربح 54%، والصيدلاني تيخرج يبدا يبرهن، تيحاول يبرهن، عاد تيخرج يمشي للاعلام. وهذا بمعنى هذه المساله هذه الصيدلاني ما بقاش باغي يطيقها، ما بقاش قد عليها، لا سيما بهذه الضربه هذه الاخيره، هو اللي تيشوف ان الوجود ديالو الكيان ديالو ما غيبقاش.
دونك دابا ما بقاش تيقبل بحال الضربات هذه. دابا ان الدواء ما كاينش في الصيدليه فعلا والصيدلاني تينادي وتيغوت تيقول راه ما يمكنش بعض الادويه ما كايناش في المغرب. كيفاش في عام 2026 في المغرب اللي دابا راه تبارك الله راه قطع حقاب ديال التطور، كيفاش ما تيوفرش جميع الادويه في الصيدليات؟ كيفاش يجيبوا كيفاش من السند من الهند، يجيبوا من الهند لان الهند تتصنع بزاف ديال الادويه. كيفاش دابا بحال دابا ناخذوا بزاف ديال الادويه ما كايناش في الصيدليه بحال لي فوتيروكس كيدوز واحد الوقت ديال لي فوتيروكس واحد الوقت ما كانش. كيفاش علاش شنو ما كاينش دواء رخيص موجود على برا كيفاش ما تجيبوش؟ كيفاش لو سيروم اونتي تيتانيك ديال الكزاز كيفاش ما كاينش في المغرب؟ علاش ما كاينش؟ وهذا حتى الصيدلاني حتى هو كيتسائل، حتى هو راه كيتسائل، حتى هو ضحيه ديال هذه المساله. طالب علاش؟ لان حنا اللي في الواجهه، حنا الاولين. ملي تيجي واحد مجروح ولا عنده كلب ولا عضته عقرب ولا ضربته حديده ولا شي حاجه وخصو يدير لو سيروم اونتي تيتانيك وتيجي وتطلبوا منك وانت عارف ان خصك تعطي له، ما كاينش، تتقلب عليه حياه ميات وما تتلقاش. هذه مسؤوليه ديال الاداره، اسمح لي، هذه مسؤوليه قانونيه. ما يمكنش انه خصو هذه الادويه عديده باش دابا اللي كاين هو تيقول لك لا، ملي غادي يوقع تغيير النموذج ديال الصيدليه غادي توفر الدواء. وفرنا الدواء من دابا. كيفاش منين غادي يدخلوا هاد رؤوس الاموال ودابا نهضروا عليهم الا بغيتي هو ملي غادي يدخلوا وغادي يعطيوهم، هما غادي يكونوا عندهم واحد اليد على الانتاج على التوزيع، غيكون عندهم واحد اليد على حتى شركات التامين باش يغومبورسيو باش يعطيو يرجعوا الفلوس للناس بالتامين بالتغطيه الصحيه، وعندهم اليد هنا وهنا وهنا، وديك الساعات غيحضر الدواء. هذا معناه شنو دابا راه حنا مضيعين المواطن في الدواء، تنتسناو حتى يوقع التغيير ديال يعني اللي فهمت يا دكتور انه كاين امكانيه ديال ان هذه القطاعات اللي كاينه ديال الدواء، وان الدواء ما كاينش دابا، كاين امكانيه انها هذا تمهيد للراي العام باش يتقبل ان راه خص تكون واحد المؤسسات اخرى منشكره اللي غيوفر الدواء اللي ما كيوفروش لي فارماسيان. لا ربما يعني يمكن هذه والله اعلم، والله لا ربما يقدر يكون هذا الشيء، ربما دابا ما عندناش المعلومه. جميع التقديرات اللي شتي حنا كصيادله ما عندناش الحق نجيبوا اي دواء من على برا، لانه اي دواء خصو يكون تيجيبوا المستورد. يقدر يكون شركه دوائيه، يقدر يكون لابوراتوار، هما اللي تيجيبوا الدواء. وملي تيجيبوا داك الدواء خصو يدوز على هذه لا دي ام بي باش تكون اوتوريزاسيون دو ميز دو مارشي. بمعنى انا كصيدلاني ما نقدرش نمشي نجيب بحال دابا من دول مجاوره ولا شي حاجه اللي متوفر فيها هاد السيروم اونتي تيتانيك ولا لو فوتيروكس ملي كنتقطع، ولا تنتفكر واحد الدواء اللي كنا في وسط الكوفيد، وسط الجائحه ديال الكوفيد، والادويه اللي كانت في البروتوكول ديال التداوي ديال الكوفيد وتحبسات علينا في الصيدليات. تتصور بمعنى وحنا الصيادله كنا فاتحين وكان مزوم علينا نفتحوا، وكنا بكل روح زعما بكل تلقائيه مشينا حتى حنا تنساهموا وبقينا حالين في الجائحه ديال الكوفيد، رغم ان حنا متعرضين للمرض وكذا. وتدخل في الصيدليه ديالك وتيجي عندك المريض بالكوفيد وعنده اللائحه ديال الادويه، وتنشوف الادويه هكذا، و6 ولا 7 ولا 8 ديال الادويه ديال الكوفيد، وداك الادويه مكتوبه في البروتوكول اللي مصادقه عليه وزاره الصحه، وتلقى 4 5 ديال الادويه ما عنديش. تتصور؟ لا واش ما عندكش، نشرحوا لنا ما عندكش، يعني ما عندكش في لا فارماسي اون ستوك؟ نعم. او لا ما كاينينش في لو غروسيست، ما كاينينش ما عنديش في 14000 صيدليه في المغرب. ملي تطلبها للغروسيست ما عندوش. نزيدك حاجه واحده اخرى سي يوسف، هو انه واحد الدواء من داك الادويه اللي كان سميتو بلاكيني اللي كان ديال الشركه افينتيس ديال الشركه الفرنسيه، كانت تحبس في فرنسا وتحبس، والمعمل ديالهم كاين في الدار البيضاء. خص تعرف ان المغرب راه رائد، راه متقدم جدا في التصنيع ديال الادويه. راه حنا تنصدروا الادويه حتى الدول ديال افريقيا ودول عربيه، وربما تيرجع بعض المرات لدول اوروبيه. وهذيك الشركه هذه حبسات الصنع ولا الترويج ولا الوفره ديال ذاك الدواء اللي سميتو بلاكينين، اللي هو مكتوب في البروتوكول ديال وزاره الصحه للتداوي لعلاج الكوفيد.
واش الصيدلاني هو اللي مسؤول على ذاك الدواء؟ هو جالس تينادي يا عباد الله عطيونا الدواء الله يخليكم، راه الناس محتاجه الدواء. وجائحه دابا غندخلوا في الموضوع ديال كوفيد لان رجعوا لي عندي سؤال عنده علاقه دابا حنا باش نشرحوا للناس هاد المساله ديال فتح راس مال الصيدليات. حسب ما فهمت انا هي ان غادي يدخل مول الشكاره كما كيفهموا الناس، مول الشكاره غيدخل غي انفيستي وغيوليو خدامين عنده، يعني الصيدلي غادي يولي الصيدلاني غيولي اجير تماما عند مول الشكاره تماما. وغنتقلوا للمرحله ديال تسليع الدواء، ان الدواء غادي يولي ديال تسليع، يعني الدواء غيولي تسليع سلعه ماشي تماما. الدواء هو واحد المساله تعطيك معاه لو كونساي، كنعطيك معاه مجموعه من المسائل. فهذه تيبان لي مساله شويه، يعني هذا هو التعريف ديال فتح راس مال الصيدليات الى جن هو مول الشكاره. اشياء غريبه متوقعه واشياء غير طيبه غير طيبه في زعما في البلاد ديالنا اللي ديما كما قبيله تقول داك المساله ديال الثقه والمساله ديال القرب وديال مع المواطن، مسائل غريبه غادي تدخل بمعنى غادي يولي كل شيء مبني على الربح. واش دابا هذا راس المال ولا بوشكره غادي يدخل، واش هو غادي تكون عنده منفعه في واحد الادويه اللي رخيصه وبسيطه؟ اوريوميسين وفين هي اوريوميسين؟ وفين هي اوريوميسين؟ وعرفتي عاد مؤخرا انا جبت بعض هادو البومادات ديال العينين، لان كانت اوريوميسين وكانت واحد البوماده واحده اخرى سميتها سيلوكسون. اتضح هو انه حتى الاخرى ما بقاتش، ودابا ما بقات حتى شي بوماده ديال العينين انتيبيوتيك ضد الجراثيم في المغرب، ما كايناش. ايوا في دول اخرى متوفره، ونوضوا نجيبوها. فوقاش غادي تبان ملي غيدخل مول الشكاره كيفاش؟ وديك الساعات وانتم ما قدرتوش توفروا الدواء للمرضى. هادشي ما شي مسائل غير طيبه وغير صحيه، غير صحيه اللي حنا دابا تنهضروا فيها علنيا. وهادشي كنا تنسترو تنحاولوا زعما نوصلوا لشي نتيجه مع الاداره ولا وزاره الصحه ولا كذا. ولكن دابا حنا مستعدين باش نهضروا في كل شيء، والصيادله زعما واحد الانتكاسه تقولوا واحد يعيشوا واحد النكسه تماما واحد تقصيحه كبيره، واحد الاستغراب، واحد تقصيحه كبيره، واللي تجعلهم انه من بعد واحد الزلزال وقع، بحال واحد الافه وقع. زعما حنا غادي دابا في جميع المدن الصيادلات يفكروا باش يبداو يرجعوا للنقابات ديالهم، المنازل ديال النقابات زعما لي زابارتمون ولا البرطمات اللي هما عندهم مقرات النقابه ديالهم يتجمعوا بحال دابا في الرباط. تماما حنا الصيادله ديال الرباط سلات مرة راه حنا غادي تنجمعوا بيناتنا، وغادي نتجمعوا. عندنا واحد الجمعه نهار السبت نجمعوا نشوفوا نهضروا بيناتنا، نديروا ميتينغ لقاء نهضروا بيناتنا نشوفوا هادشي شنو هادشي كيف ممكن ان نحبسوا هو دكتور. واحد المساله احنا بالنسبه لنا دائما المواطن ملي كيسمع الصيدليه كينسى بان كاين واحد الصيدليات اللي هي كتسمى الصيدليات ديال القرب، كاينه في لي باتلان، في القرى، في البوادي، في المناطق اللي هي نائيه. واش ما كتشوفوش ان هذه المساله ديال فتح راس مال الصيدليات غتخلي مثلا نعطيك مثال انا صيدلي في ان باتلان، الا تفتح راس مال ديال الصيدليه تفتح مثلا، علاش غنبقى في داك لو باتلان؟ علاش داك الصيدلي اللي غيبقى في كلشي غادي يتنافس في المدينه؟ يمكن شي بالكش بان هذا الشيء غادي يقتل حتى داك المواطن اللي هو بالنسبه ليه في لو باتلان او في داك الجبل او في ديك القريه النائيه. بالنسبه ليه الصيدليه ماشي مجرد صيدليه، هي صيدليه، هي مستوصف، هي مستشفى، هي فيها اكيد بعد لا نقول اكيد ان الصيدليه في هذه المناطق هذه اللي متباعده ولا قرويه ولا في راس الجبال ولا في مناطق بعيده نائيه، تما الصيدلي هو كل شيء. زعما نكونوا في هذه المساله هذه لا خفاء على اي جهه، هو انه تما تيوفر الدواء، تيوفر النصيحه، تيكون
زعما هو الاطار الصحي اللي ديما حاضر، وتيوفر كل شيء. اما ان دابا اللي عجيب هو انه دابا نقولوا هو ان الاداره ديالنا ولا الجهه المنظومه الصحيه ولا المسؤولين على اطار الصحه عارفين ان الصيدلي في ذاك المناطق هو مهم جدا، عارفينه ومحتاجينه جدا، وباغيين يبقى هكذاك. ويبداو بالمدن، يعطيوها رؤوس الاموال اللي غادي ياخذوا واحد نقاط زعما استراتيجيه في المدن في انتظار وهما غادي يدخلوا برؤوس اموال كبيره اللي الصيادله ما يقدوش عليهم. الا كنا تحضروا بمليونات هما راه تيهضروا بعشرات ملايين ديال الدراهم، واش فهمتيني؟ وفي يديهم المصنع، في يديهم هذا لو غروسيست ريبارتيتور، الشركه ديال توزيع الادويه، في يديهم كل شيء. ربما فيهم شركات اجنبيه، بمعنى هنا كاين رؤوس اموال اجنبيه باغيه تدخل. بمعنى هاد الناس ما فهمتش انا سي يوسف كيفاش انهم جاوا طمعوا في قطاع الصحه، في قطاع ديال الدواء، شافوا صفقه ماليه، فهمتيني؟ صفقه ماليه بانت لهم فيها انهم وسيروا سيدي شوفوا صفقات ماليه اخرى في جهات اخرى، ولكن بعدوا من يعني احنا ما عندناش مشكل. احنا دابا اللي تيبان الخطوره في هذا الشيء على المواطن، الخطوره في هذا الشيء على المواطن هو ان غادي تفرغ الصيدليه، غتفرغ من داك المفهوم البعد ديال الاجتماعي، داك الفارماسيون اللي كيجي كيعطيك النصيحه. غتولي نعاودوا ناكدوا على هذه النقطه، المواطن غيولي يجي للصيدليه مع هذا الشيء ديال مول الشكاره وراس مال الصيدليات ملي غيتفتح، غيولي يجي ياخذ الدواء بحال الا داخل. يعني الصيدليات غتحول ميني ماركت بحال والو يبدا يستقبلوا مول السيكوريتي. وي بحال في البنكات تيستقبلوا مول السيكوريتي، ولا في بعض الادارات ولا في جميع الادارات. فاي دابا فين ما مشيتي تيستقبلك مول السيكوريتي، هو اللي تيقول لك شنو عندك كيفاش وعاد تيوجهك. وفي هذه النقطه هذه الصيدلاني هو الاطار الوحيد اللي المواطن تيدخل عنده مباشره، وما ملزومش انه يدوز على واحد الجهه. دابا سير عند الطبيب، شكون تيستقبلك؟ الكتيبه ديال الطبيب. سير عند المحامي، شكون تيستقبلك؟ الكتيبه ديال المحامي. وحتى بالنسبه للاستشاره دكتور الا سمحتي، يمكن لو فارماسيون هو الوحيد اللي الكونسلطاسيون مجانيه تماما. تمشي عند محامي كتبغي تشاور دوز عندي المكتب، كتدخل الاتعاب تماما. كتمشي عند ميدسان استشاره تتخلص كيف ما بغى يكون شك فيك تخلص عند الكتيبه قبل ما تدخل. الصيدلاني هو الوحيد اللي كيدير كيقدم خدمات مجانيه في اطار الصحه ومن غير اطار الصحه. سي يوسف شحال من مره تيجيبوا لنا نقراو لهم ان دوسي ديال وليداتهم، شحال من مره تيجيبوا لنا مسائل لي زاناليز مازال داخله في الصحه، ما تيجيبوا لنا مسائل اللي خارجه على مجال الصحه. الله يبارك فيك، هادي جاتني استدعاء شنو فيه، هادي ولدي صافطوا له هاد المساله هادي شنو فيها. الصيدلي ديما تيبقى ما دايرش حاجز بينه وبين المواطن، ما دايرش حاجز، ولانه هو جا على واجهه، جا على الطريق. هو جا على الطريق، عنده الباب ديالو مفتوح على الطريق، هو واجد تيدخل الواحد، تيدخل عندنا تيلقى الصيدلي وتيزعموا على الصيدلي، وهنا تيكون الصيدلي غير محمي. دابا نهضروا بحال دابا واحد الفئه كبيره ديال الوصفات الطبيه اللي تتعني هذه الادويه هذه بنفسانيه. بمعنى تيجيو الناس اللي فعلا محتاجين هذه الادويه، وكاين تيجيو الناس اللي تيجيو اللي تيتلعبوا بهذه الادويه هادو، اللي الترويج، اللي التخدير داخله في هادشي ديال لا دروغ، هادشي داخله في هادشي ديال شنو هي لا دروغ. والصيدلاني هو اللي كيتحمل المسؤوليه في الاخر، كيحملوه المسؤوليه ديال وصفه مزوره ديال واحد. تماما. وتيولي الصيدلاني تيلعب واحد الدور اللي صعيب جدا، وما قادش عليه وما باغيش، وملزوم انه يلعبه، هو انه تولي عندنا واحد السلطه تقديريه. هو نعرف فين هو هذا المريض هذا اللي محتاج الدواء فعلا، وشكون هو المريض اللي ماشي المريض، شكون هذا اللي تيبيع العقاقير ديال الهلوسه، وشكون وتيتضرق بهم، وتتولي حنا اللي خصنا نديروا هذا التقدير هذا، ولما نعطيو ولما ما نعطيوش. رغم ان الوصفات تيجيو كلهم صحيحين، ما عرفتش ملي تيجيبوهم، تيجيب لك اسيدي الوصفه ديال الطبيب بحال حقها وطريقها،
وتتشوف انت في البلاصه تتفهم هو انه هذه الوصفه ديال هذه الوصفه هذه فيها ادويه صعيبه جدا الجهاز الامراض النفسيه والعقلانيه والعصبيه، وتيولي الصيدلاني هو اللي خصو يقدر يعطي ولا ما يعطيش. وإلا مشات حتى فلتات له يديه بشي دواء ما، هنا عندنا القانون ديال 17/04 النهار فاش تصادق عليه واحد الشطر كله للعقوبات الجنائيه اللي يمكن لا تمشي حتى للحبس، وعندنا الصيادله دخلوا للحبس. اذا الصيدلاني في اي لحظه معرض انه للحبس، الصيدلاني في اي لحظه معرض للحبس. وحنا دابا من بعد واحد الصيدلاني هذه واحد 3 سنين دخل دوز شهر قل نهار ديال الحبس، لانه قدم واحد الدواء ديال ضد الالم، دواء ضد الالم اللي هو ما تابعش الادويه المهلوسه، تقبض في اطار التحقيق ومن بعد تقدم المحكمه في اطار في حاله اعتقال. دوز ما تمتعش حتى بالصراح، لا ما كاين لا صراح مؤقت لا شي حاجه، اعتقال مده شهر قل نهار، لانه قدم علبتان ديال دواء ضد الالم وعلبه ديال ضد الجراثيم انتيبيوتيك. هذاك اللي شرى من عنده كان عنده مشكل الكلي بمعنى الالم، وخرج من عنده وقبض طاكسي وغادي في تماره، قبطوا حاجز امني، هذاك تخلع جا وقبط لاح داك الدواء، شافوه السلطه شافته لاح داك الدواء، اجي انت شنو هذا الشيء، هزوا داك الدواء هزوه مشاو لعند الصيدلاني، واش انت اللي بعتي؟ الصيدلاني قال نعم انا اللي بعت الدواء هذا، الله اجي عندنا القسم، مشى عنده مشاو للقسم، في وسط القسم من القسم تقبض تعتقل. الوغ كانت ديك الساعات فعلا هو انه كانوا ادويه يدخلوا من لمجرد هادشي دكتور الا سمحتي لي دول كانوا ادويه هذو كانوا كثروا هاد الادويه هذو المهلوسه اللي كتدخلوا من دول مجاوره، وكانت واحد الحمله ديال التمشيط وديال التنقيه فعلا اللي خصها تكون فعلا، ولكن اليد في اليد مع الصيدلاني. صدقت الصيدلاني هذه ومن بعد خرج براءه سي يوسف. من بعد بيان سور ناضت واحد ناضوا الصيادله تيجريو مع المحامين باش يبرهنوا على انه داك الصيدلاني هو انه مارس المهنه ديالو، وانه الغلطه اللي كان دار هو الغلطه المهنيه اللي كان دار هو انه داك الدواء ما كانش قيدو، وانا جبته في هذا السجل هذا في هذا الكناش هذا، كناش ديال مبيعات المواد المسجله بالجدول A B C ما كانش قيدو. هذه غلطه مهنيه فعلا. كاين الغلطات المهنيه في دول اخرى اللي رائده واللي باغيين حتى حنا نكونوا بحالها. الغلطه المهنيه تعاقب من طرف من طرف الهيئه ديال الصيادله، ماشي في اطار الجنايه، ماشي الجنايه، ماشي في الجنايه وهذا الحبس. ديك الساعات يا اما بحال دابا تسحب له الرخصه ديالو مده 3 ايام ولا مده سيمانه ولا مده شهر ولا مده بينك وبين الهيئه ديالك، بينك وبين الهيئه ديالك. لا سيما الحمد لله ما طاحت له روح، ما كاين حتى شي شكايه ديال شي مواطن ولا شي حاجه. وهاد الحالات راه كثيره دكتور، هاد الحالات راه كثيره سيدي، اللي الصيدلاني كيغامر براسو لانه كيصرف ادويه للناس اللي خصهم ياخذوا هذيك الادويه، وهذا الشيء شنو عطانا واحد الحاله اخرى لان هنا في هذا الاطار هذا اللي قلت هو انه هنا النيابه العامه تطبق القانون الجريمه العامه اللي مصادق عليه ديال قانون الصيدله 17/04 يعني هما تيطبقوا القانون. ولكن هذا القانون اساسا راه هو دوك صعب جدا وخطير على الصيدلاني. ولكن هو دكتور هذا القانون انا اللي كنعرف في واحد البند كيقول لك بان الصيدلاني عاوتاني راه يعاقب الا ما قدمش المساعده للمواطن. يعني الصيدلاني الا صرف الدواء راه يعاقب تماما، الا ما عطاش الدواء راه يعاقب تماما. يعني الصيادله الا فهمنا الصيادله كلهم دابا ديال المغرب في حاله صراح تماما. انا نقول لك بمعنى انا اليوم راني خرقت قانون وحنا 14 ديال الصيادله لا اليوم لحد ما خدمنا شيء، ولكن هذه الايام هذه اللي خدمنا فيها راه حنا كل نهار كنخلقوا القانون. علاش؟ لانه انا نعطيك هذا الكناش هذا، نعطيك هذا الكناش هذا اللي هو معروف او احمر، الكناش مبيعات المواد المسجله بالجدول A-B-C. هذا وها هو هذا راه هو ذاك اللي تناخذوه، راه هو ذاك تيكون ها هو هنا انت بناء على ظاهر جوج غادي الثاني جعل ضابط المواد السامه والاتجار بها وامساكها واستعمالها
كما وقع في غيره تماما. وهذا الشيء تنمشيو لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه مديريه الادويه والصيدليه تتصدق عليه السلطات تصدق عليه السلطات، وانه تنلتزموا هو انه جميع الادويه ديال هذه الجداول ديال A B و C اننا نقيدوها في هذا الكناش هذا. كون متيقن سي يوسف وانت عارف هذا الشيء، هو انه الا جينا نقيدوا كل شيء في هذا الكناش هذا نعمروه في 3 ايام. هذا هو تنشريو حنا ب 500 درهم نعمروه في 3 ايام، لانه الادويه كلها تابعه تقريبا 80 ولا 90% تابعه للA B و C. وقع واحد ما تنديروهاش لانه كي غادي دير خصك واحد الكاتب عمومي يكون عندك في الصيدليه، خاصك امبلوي خاص اي ان امبلوي ولا الفارماسيان يخلي لي زامبلوي يبيعوا ويمشي يبقى جالس يكتب، لان المسؤوليه ديالو مسؤوليه قانونيه ديالو يبقى كسب اي دواء تباع بمعنى حتى الدواء ديال الباراسيتامول ما نعطيش شي سميه تجاريه حتى هو خصو يتقيد، اي ادويه ديال الطونسيون خصهم يتقيدوا، ديال القلب خصو يتقيد. هادشي ما يمكنش. جا وقع واحد العرف بيناتنا حنا والاداره لربما، هو انه غنبداو نقيدوا في هذا الكناش هذا فقط الادويه النفسانيه ولا ديال اللي عندها حاله عصبيه، الحالات خاصه ديال هذا. وعلاش مالهم حنا بالنسبه لنا الصيادله هادو ادويه مثلهم مثل الادويه الاخرى. هذا هو المشكل دكتور، هاد الادويه كيعتبروها انها واحد عنده الضغط ديال الضغط او عنده بحال واحد عنده مرض نفسي او عصبي او مرض الكلى كيتعالج من الادمان، كاين اللي كيتعالج من الادمان تماما، ولا عنده مرض نفسي. ولا حنا بالنسبه لنا هادو جميعهم نفسهم الادويه، لا سيما هو انهم تابعين لنفس الجدول ديال A. كلهم تابعين الادويه هادو ديال A ولا ديال C، ما تابعين شيء لبي. ولكن وقع واحد العرف هكذا، هو اننا غنبداو نقيدوا غير هاد الادويه هادو. اييه واخا، ولكن شنو هو الدواء اللي غنقيد، شنو هو الدواء اللي ما غنقيدش؟ جينا حنا راسلنا المديريه ديال الادويه، الله يخليكم سهلوا علينا المساله وسهلوا على نفسكم حتى نتوما، اعطيونا الله يجازيكم بخير قائمه ديال الادويه اللي نقيدوا في هذا الكناش هذا، ومعروفه بمعنى انتم تدخلوا لنا خصنا نقيدوا الادويه، واعطيونا قائمه ديال الادويه بالاسامي سهله، برك على واحد الزر وتخرج لك اون ليست وتعطينا داك لا ليست، وداك لا ليست بقى جالسه تتجدد. ياك مع هذه 3 سنين حنا تنطلبوا فيها، وحنا فوقاش طالبنا بها. منين كان داك الصيدلاني تعتقل قلنا الله كان ممكن باش نصرعوا بالصراحه ديالو باقي عقل. نقول لك ان داك الصيدلي ضاع في الصيدليه ديالو، ضاع في الاسره ديالو، بمعنى عمره ما قد يتقاعد، عمره ما عاود يسترجع الحياه ديالو العاديه. الصيدلاني والبروفيسيونيل لا سونتي راس مال هو السمعه ديالو بعدا، بمعنى كان يمكن لهم هما انهم يراسلوا هذه المديريه ديال الدواء، الله يخليكم خرجوا لنا هي الدواء هذا اللي باعت الصيدليه هذه واش تابع الادويه المهلوسه، لانه هو كان عنده تهمه ديالو متاجره في الادويه او تسهيل، باقي عقل هو انه كان تهمه هو انه تسهيل الولوج الى ادويه مهلوسه ولا كذا كذا بدون وصفه طبيه. قلنا هذا ماشي داخل في الادويه المهلوسه، اعطيونا الله يخليكم المديريه اعطيونا وثيقه تتقول ان ذاك الدواء ماذا يصنف، واش داخل في الادويه النفسانيه العاديه ولا هذا كان دواء ضد الالم ولا الادويه ديال كيفاش المهلوسه وكذا. ما في الاخر ناضوا الصيادله هما اللي هذه كان مساله ديال هنا كان كلهم هنا يديروها الاجهزه زعما هي ديرها، ماشي مساله اللي صعيبه هذه، مساله اراده. الصيادله مشينا تنجريو للدي ام بي مع تما كاينين الصيادله الله يجازيهم بخير، وقلنا لهم هنا فين الصيدلي تيتفاهم مع الصيدلي، لانه هو الاختصاصي ديال الدواء، هو اللي عارف الدواء كيفاش مصنع ولا شي يصلح وكيفاش تيتخاد وشنو هو الفعاليه ديالو وشنو هي لا دوز اللي تقدر، شنو هي القدر ديال الدواء اللي خصو ياخذ باش يدير له واحد الحاله ولا ناقصه ولا زايده. هو المهني المتخصص في الدواء، وما كاين حتى شي واحد اللي يقدر نفسه في التخصص هذا. والا علاش قرينا كاع الصيدله، علاش كاينه كاع الدراسه ديال الصيدله؟ ما علينا. عطاونا هذه الوثيقه هذه، دفعت للمحكمه وخرج الحكم براءه. تتصور شهر قل النهار، تتصور. وحنا بمعنى تنقول لك وحنا كنا دابا راه حنا خارقين القانون، لانه حنا هاد الادويه هذه كلها، وهنا ملي تتحل تتجبر. نقدر دابا نقرا عليك هو انه في اي لحظه تقدر تجي التفتيشيه ديال مديريه الادويه
ومن حقها حنا تنطبقوا القانون قابلين للقانون، تيجي يقدروا يدخلوا للصيدليه على بغته، وانهم يجيو يديروا تفتيش، ويقدروا يكونوا مصاحبين. هادشي كلشي مكتوب هنا، يكونوا مصاحبين بالكوميسير كاتبينها تما بسيد رئيس دائره، ويدخلوا يديروا تفتيش، ويقدر تما يقدر يوقع متابعه قضائيه او جنائيه لذاك الصيدلي لانه تيخرق القانون. دابا حنا خدامين بهذا كما تيقولوا لو كوتو سور لاكوش، خدامين بواحد شنو هو بحال الموس على الرقبه ديالنا. ولكن هنا شنو نقدروا نديروا؟ سيدي نحبسوا. انا سيدي ما تيقول لك سيدي العباره ديال المغرب من هذا المريض هذا ولا دابا هو القرع نشطلو راسو كما تيقولوا. هو دكتور انا نحبسوا الدواء. ولكن هنا اسمح لي تقاطعك بزاف هنا، لانه قلبي على هذه المساله هذه. نقطعوا الدواء. عرفتي تقطع الدواء؟ عرفتي واحد تيجي عندك تيتألم تتشوفه تتألموا في عينيه، وتتشوف الوصفه ديال الدواء ديالو، وتتشوف وبحال دابا عطاه واحد الدواء ضد الالم، ايوا خداه مره وباقي له بحال دابا، والدواء عطاه علبه وحده، وتتشوفوا انت تتألم وتيقول لك الله يخليك عطيني راه غادي نرجع عند الطبيب ديالي لان عندي رونديفو دابا 5 ايام. ولكن وما قادش هو على داك، خاصو يرجع باش يخلص عاوتاني لذاك الطبيب داك الزياره عند الطبيب، كل مره خاصو يخلص وكذا، وتيقول لك عطيني الله يخليك علبه، وإلا عطيتيها له راك خارج القانون وما تعطيهش. هادشي دكتور اللي سمحتي لي، هادشي خلانا نطيح واحد المشكل كبير، هو ان مجموعه من الصيادله، الا ما قلنا اغلبيه ديال الصيادله ولاو كيتفاداو انهم يصرفوا هاد الادويه هذه، لان ما كاينش قانون كيحميهم، ما عندهمش اللي غيحميهم. دونك كيقول لك كم من حاجه قضيناها بتركها، يعني ما غنعطيش انا داك، ولكن بقلبه، ولكن بقلب مزير وبضمير مزير. وما ننساوش قدمنا قسم ديال نكونوا في خدمه المريض، واننا نسهلوا عليه، واننا نحسنوا له من كيفاش من داك القساوه ديال المرض. هنا دكتور غادي نرجعوا للموضوع ديال راس مال الصيدليات اللي غادي يولي عندنا مشكر تماما. شكون اللي غيتحمل هذه المسؤوليه؟ شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال الصرف ديال الدواء ولا غدونوس؟ واش نعطي هذه ونحسب شحال خصو ياخذ، شحال غادي يكون هو عنده الا جيز الربح، فهمتيني؟ وغادي يدير واحد الاجير تما، غادي يدير واحد الصيدلاني ولا جوج ديال الصيادله اللي غادي يوجههم، غادي يقول لهم الله يخليك انا عندي الربح في الدواء هذا، انا ما عنديش الربح في الدواء هذا. وهنا المساله ديال الادويه، باش هضرنا على الادويه اللي وقع الانخفاض ديال السعر ديال الادويه وكذا، شنو هي الادويه اللي وقع الانخفاض ديال السعر ديالها؟ هي الادويه المهمه الحيويه اللي فعلا كانت غاليه بزاف جدا، وكما قلنا هو انه كانت هذيك المصنع هو اللي كان مشاعل فيها العافيه ديال الثمن، ومن بعد مع وانه كاين هامش الربح حتى هو بالنسبه للماليه، حتى هما تياخذوا فيه لي طاكس وهذا. ولكن المواطنين دابا شنو تيوقع؟ هو انه تجي وصفه ديال الدواء تيكون فيها واحد العدد ديال الادويه اللي ما كاينش التعويض ديالهم، وهذوك الادويه غير مصنفه انها ادويه. وهنا راه بزاف ديال الادويه اللي ما بقاوش، اللي كانوا دابا شنو وقع؟ دابا الادويه اللي غير مصنفه ادويه باش نشرحوا للناس، يعني لي فيتامين، لي كومبليمون اليمونتير، المكملات الغذائيه. ولكن بزاف ديال الادويه فعاله، ما بقاتش في السوق كاع، بمعنى وبزاف ديال الادويه اللي كانت مصنفه دواء اللي حيدوها من داك التصنيف ديال الدواء وولات مع التصنيف ديال المكونات الغذائيه، وطلعت الثمن ديالها بشكل باهظ، لان موراها شركات مستورده ولا بزاف الاستيراد بعدا ما بقى شيء تصنيع هنا. وبزاف ديال الادويه اللي مهمه جدا ما بقات شيء، ولينا تلقاو دواء عنده بزاف ديال الجالسات لي جينيريك، بزاف وبزاف ديال الادويه اللي خصها تكون في السوق ما كاينه شيء. ودابا بزاف ديال الادويه اللي تتصنف مكملات غذائيه. وهنا واحد المساله، هو انه اي مواطن يقبض العلبه ويشوفها من اللور، وغادي يجبر يا اما بي بي في يا اما بي بي سي. بي بي في هو بري بوبليك دو فونت، هذاك ثمن مقنن من طرف الاداره، فوالا. واذا كان بي بي سي هو بري بوبليك دو كونسيي، بري بوبليك كونسيي، يعني ينصحوا به، ماشي ينصحوا به، بمعنى هذاك هو ممكن ان يتغير الثمن ديالو، تزيد فيه ولا تنقص فيه ولا دير فيه اللي بغيتي. اما الثمن الاخر قانونيا ممنوع اننا احنا صيادله اننا ما نزيدوا فيه ما نقصوا منه. واضح جدا. اذا هذاك البي بي سي
ولا الغرق ديال الدواء اللي ولا بي بي سي، وهذا كله ما كاينش تعويض عليه. واللي شيء مضر صراحه، اللي زعما ما مزيانش، هو انه بعض الادويه اللي كانت مهمه جدا، انا عاقل عليهم، انا عندي 32 عام ديال الحرفه، بزاف ديال الادويه اللي عاقلين عليهم فعاله جدا وفانيه ما بقاتش، وغبرات تبخرات واحد اندثرات واحد المده، ومن بعد جات واحد الادويه اللي مشابهه اللي فيهم داك الماده، ولكن ماشي بداك الدوزاج، ماشي بداك التركيز، وليت داخله في التصنيف ديال الادويه بي بي سي، بمعنى ما يبقاش تعويض عليهم. نعطيك ان اكزومبل سي يوسف، دابا ملي تيجي وقت الزعبول، وقت الهنديه، المغاربه تعجبهم زعلوا الهنديه وتيوقع القبض، وواحد يحبس كاع، خصو يجي، ولا الامهات اللي تعرفوا ان داك كريستال سوبوزيتوار تيديروها للتربيه، ملي تتقبط لك الكريشه ديالو هذا فانيه، كانت تدير 7 دراهم فانيه كريستال سوبوزيتوار، بمعنى ما كايناش كريستال سوبوزيتوار. ملي تيجيو لا فارماسي دابا للصيدليه وتيبغيو شي دواء، شنو عندنا بين يدينا؟ عندنا واحد زيتالاكس، وعندنا واحد ريكتولاكس تيديروا 100 درهم للفوق، هذا كان تيدير 7 دراهم، الاخر تيدير 100 درهم للفوق. قبيله قلت لك فوق الزعبول الهنديه وكذا، كنا تنعطيهم واحد ميكرولاكس، تعقل عليه؟ وي ميكرولاكس كان تيدير 20 درهم، حيدوه. دابا ولا واحد زيتالاكس تيدير شي 100 درهم، وبي بي سي ميكرولاكس كان تيدير 20 درهم، وكان داخل في الادويه، كان داخل في القائمه ديال الادويه، بمعنى تيوقع التعويض عليه. هذاك ما بقاش، داز ولا هاد زيتالاكس وغيكتولاكس اللي تيديروا 100 درهم، بدلوه بان برودوي غالي عليه، بدلوه بواحد البرودوي غالي عليه وغير قابل للتعويض. تصور الناس ديال فقر الدم، انا عندي واحد التجربه، كنت مريض بفقر الدم هذه واحد العام ولا عامين، و فريمون زعما مده طويله وانا ما قديتش نتشافى منه. مشيت عند الطبيب وعطاني واحد الحديد، واحد الدواء ما بغيتش نقول السميه ديالو، ينوضوا لنا عاوتاني المصنعين ولا منتجين ولا هذا ينوضوا لنا، وتبعته والو، فقر الدم غادي وتيتزاد عندي. ومشيت عند طبيب قطاع خاص، نصحني واحد السيد قال لي غادي تمشي لسبيطار استشفائي كبير، وطحت في واحد الطبيبه الله يجازيها بخير، كانت باقيه صغيره، ومني شاف داكشي كلشي يعني بديت نفكروا في شي مرض عضال ولا شي حاجه صعيبه، داك فقر الدم ما قدرتش نتشافى منه، ما فهمتش. قبطات هي داكشي كلشي، قالت لي الله يخليك غادي تاخذ هذا النوع ديال الحديد. شحال تيسوى سي يوسف؟ تيسوى 60 درهم، وانا كل هذاك اللي كنت ناخذ كان تيدير 175 درهم مده 3 شهور. لانه المصنع احنا فيها دابا رؤوس الاموال اللي غادي يدخلوا كذا، لانه المنتجين ولا المصنعين ولا الشركات وكذا تدفع بالاطباء باش في الوصفه ديال الدواء ديالهم يديروا ذاك واحد الدواء اللي تابع المكملات غذائيه ماشي ادويه، واللي ما تيرجعوش عليه فلوس. هذيك الساعه انا ما بيا فلوس، راه بيا صحتي. هذيك الطبيبه المقتدره الله يجازيها بخير قالت لي غادي تاخذ هذا الدواء هذا وغادي تتبعه مده واحد شهر ورجع لعندي. من بعد 3 اسابيع درت التحليل، لقيت ان الحديد الخزان ديال الحديد ديالي طلع. تتصور لان خديت واحد الدواء فعال، قريعه صغيره تدير 40 ولا 50 درهم. تتصور دابا هذا هو اللي كاين. ملي غيدخلوا هاد رؤوس الاموال غيديروا يدهم غيديروا اليد في اليد مع هاد الشركات المنتجه والمستورده باش الدواء الفعال اللي رخيص واللي وقع التعويض ديالو ينقص قليل جدا. هادشي دكتور حنا اللي بغينا نفهموا الناس. وحنا المنظومه الصحيه الصيدلاني معها ويساندها وبغى المشاركه فيها، ولكن دابا هاد النقاط هادو راه يدوك هذا خلل وتيرجع على المريض. الصيدلاني راه براسو تيمرض. وحنا مواطنين قبل ما نكونوا بائعي دواء، مسلمي دواء. اذا مشكر جوستومون مشكر ما غيبيعش عنده انفستيسمون، ما غيبيعش كريستال ب7 دراهم. فين هو دابا كريستال؟ دابا حنا تنقولوا فين هو دابا. بعض الادويه ما كايناش، يعني الصيادله كيقول لك فين هو. حنا ما كرهناش كريستال كوكليزيدال الى اخره كاع. ولكن دابا ملي جبتي هذه القضيه انا نفكر بعيد، بحال والو يبانوا شي ادويه ملي يدخلوا هاد رؤوس بهاد المشكره هادو،
بحال والو يدخلوا شي ادويه يقولوا وعاوتاني يرجعوا المسؤوليه للصيدلي، لانه ديك الادويه ما كانوش. واش انا ما تنصنعش انا هاد الادويه هادو، انا ماشي مصنع، انا ماشي مستورد، وانا ما عنديش الحق باش نجيب شي دواء من غير الا كان في واحد المسطره ديال تنطلبوا انا الموزع تيطلبوا اللابوراتوار، واحد السلسله الصيدلاني هو الاخراني في السلسله مقننه مضبوطه، والصيدلاني هو اخر السلسله باش يقدموا حسب ضوابط صحيه وقانونيه يسلموا للمريض. اذا حسب ما فهمت يا دكتور، يمكن كاين بزاف ديال الفاعلين يقدروا يكونوا متآمرين على الصيدلاني في هذا الاطار هذا، في هذه السلسله هذه. ممكن تكون مؤامره على الصيدلاني. ممكن شي دابا حنا ديما كنا تنتحفظوا من هاد الكلمات هادو، ولكن دابا ولينا تنقبلوهم، ولينا تنقولوهم حتى حنا ديما كنا تنتحفظوا، ديما عاطين كما تيقولوا الفرنسيه اون دون لو كريدي ا لوتر، ديما تنعطيو حسن النيه، ومنين تيوقع تيخرج شي خرجات شي اعلام تيضرب الصيدلي، ديما الصيدلي بحال تيقول الله يهديهم، وتيتسنى داك الشيء يدوز وتيرجع للصيدليه ديالو وتيقابل المريض ديالو وتيتناسى داك الضربات وداك المسائل. ولكن تيتضح ربما هادشي كان تيتوجد له لان داك الخرجه ديال داك الوزير ديال هاد 3 سنين و 4 سنين تيقول لك يرتقب انه غادي يوقع اختفاء الصيدليات دابا واحد 10 سنين ولا 10 سنين. اذا يرتقب. فين هاد الصيادله؟ وهذه ضربه للصيدله ديال اليوم. وداك الصيدلاني شرنا لها ولا ما شرنا لاش سي يوسف؟ داك الصيدلاني اللي في عهد الحمايه من بعد كانوا هي صيادله فرنسيين واسبانيين في المغرب، من بعد الرحيل ديال الحمايه شكون هو اللي غادي يدير يوفر الدواء للمغاربه؟ ما كانش مؤسسات، كان مجهود ديال الافراد، ما كان والو. كان المجهود ديال داك الصيادله الاولين اللي دخلوا وبالمعرفه ديالهم وبالتضحيات ديالهم. علاش نقول التضحيات؟ لان ذاك الوقت في ذاك المغرب اللي كان غير متطور، بعد مشات الحمايه ويلا تتبنى الدوله وكذا، هما اللي تجمعوا واسسوا صيدليات. بعد كانوا قابطينهم الصيدليات في المدن. شكون كان؟ المستعمرين ديك الساعات في وقت الحمايه. ديك الساعات هما اللي مشاو للدواور، وديك الساعه الدواور وما ادراك ما الدواور في ذاك الوقت مازال دابا في الدواور ديالنا وتتلقى انه مازال واحد الجهات في المغرب مازال ما متطورش بكفايه، ما بالك في ذاك الوقت ديال في الخمسينات والستينات. وداك الصيادله اللي قبطوا ووصلوا مشاو حلوا صيدليات تما وداروا دي ديبو ديال الدويات، مستودعات ديال دواء في دوارات واحد اخرين، وداروا سيارات بيناتهم وبداو تيوزعوا الدواء بيناتهم، وداروا الشركات ديال التوزيع ودازوا للتصنيع. وهادشي كلشي داروه بالمجهود ديالهم وبالعلم ديالهم والكفاءه ديالهم في ذاك الوقت اللي الاداره ما كانتش مقاده على هادشي، ما عرفاش كاع. يعني من هذه الصيدلاني في المغرب طورها الصيدلاني هو بنفسه، هو اللي كافح عليها وبوحده. وهو الوحيد، يعني هو اللي قدر يبنيها ويطورها ويوصلها. بما ان حنا دابا الصيادله 14000 صيدلاني، مني تيجي بحال هذا المشروع هذا، حنا عندنا واحد المسؤوليه امام هاد الصيادله هادو. اسمح لي، انت جيتي وبنيتي الصيدليه كيفاش دابا هي اليوم اللي متفوقه. الصيدله في المغرب متفوقه زعما، وكيفاش تجي هذه خصنا حنا كيفاش نحافظوا على هذا الرصيد ولا على هذا ليغيتاج، على هذا الورث هذا ديال الصيادله الاولين الاكفاء وخيرهم كبير. حنا الصيادله ديال اليوم لان لقيناها جاهزه. انا جيت فتح الصيدليه، عيطت في التليفون للشركه، الشركه جابت لي الدواء بواحد السهوله تتوفر لنا الدواء الى 6-8 المرات في النهار. تماما تنقولها وتنعاودها، بمعنى انا ملي تنحتاج 6-8 المرات في النهار تيجيني الدواء للصيدليه، في 4 ساعات يكون عندي الدواء في الصيدليه. هذا خصو يكون موجود، ولكن كما قلنا المسؤوليه ديال انه يكون موجود ماشي على عاتق الصيدليه وماشي على عاتق الموزع، على عاتق هذا وزاره الصحه ولا شوف الاطارات اللي مسؤوله بهذا القطاع هذا اللي هما خصهم يوفروا الدواء.
وإلا كان شي دواء مستعجل ولا شي حاجه تصعيط في التليفون تيجيك الدواء. بمعنى كاينه واحد كيفاش ليفيكاسيتي. شنو هي ليفيكاسيتي؟ واحد الفعاليه ديال الصيدليات بالنسبه انهم يقدموا الدواء هذا من احسن في الوقت المناسب في جميع الدول. من جميع الدول ما كاينش اللي يفوتنا في هذه المساله هذه. تجيو نتوما تتقولوا كاينه هفوه. فين هي الهفوه هذه؟ ما فهمتش. كما تيقولوا في فرنسا اون شونج با اون ايكيب كي غاني. بمعنى حنا واحد شنو هي اون شونج با اون ايكيب كي غاني؟ بمعنى حنا واحد الفريق اللي غادي رابح في امان الله. شنو فين هي الهفوه هذه؟ وريونا فين هو الاخفاء او الهفوه عند الصيادله بالنسبه لتقديم الدواء للمواطنين. فين هو يمكن دكتور الراي العام ما كيعرفش. يمكن تنورنا في هذه المساله. يمكن كيظنوا الناس ان عندنا خصاص في الصيدليات في المغرب، لهذا خاص يدخل راس المال. خصاص في الصيدليات 14,000 صيدليه، 40 مليون مواطن. احنا من الدول اللي عندنا النسبه ديال عدد السكان للصيدليه من مرتفع. عندنا 2700 مواطن لكل صيدليه. كل صيدليه بين الدول اللي ما كاينش المنطقه اللي ما وصلهاش الصيدلي، الصيدلاني. فين هي المنطقه هذه في المغرب اللي ما وصلهاش الصيدلاني؟ وهذوك الناس تما راه معترفين بالخير والمجهود والتضحيه اللي تيدير. بحال المعلم، بحال ذاك المعلم اللي تيخلي وليداتو وتيخلي الاهل ديالو تيكون باقي ماشي وليداتو تيمشي تيخلي الاهل ديالو كذا. وذاك المعلم اللي تيمشي لمناطق نائيه. شكون تيكون تما؟ تيكون المعلم والصيدلاني. طلع لراس الجبل سير الاغبال، وشكون غادي يجبر؟ اللي تتقطع فوق الثلج فوق الجبل وتيجي تحت الثلج تتقطع الطريق هذا. شكون غادي يجبر تما؟ غادي يجبر المعلم وغادي يجبر الصيدلاني. فانا واش سبيطار الحمى شنو هو؟ الطبيب غادي يكون تيجيك مره في السيمانه نهار السوق، واذا كان شي سوق تما شكون تيديروا الفرملي؟ هو اللي تيكون. وخصك تعيط له في التليفون اجي. منين اي واحد وقعت له شي حاجه تيمشيو تيجريو عند الصيدلاني. وهذا الشيء كله وجا السيد الوزير وقال بان هذه الصيدليات ستختفي. ومش نقولوا دكتور الله يخليك، مش نقولوا الصيدليه مش نقولوا الصيدليه ستختفي. تنقولوا ان راه ما كاينش غير الصيدلاني، كاين لي زومبلوي، كاين عائلات تتشرد، عائلات غتشرد، طلبه. دابا احنا عندنا دابا طلبه ديال اللي في فاكولتي سواء في المغرب خارج المغرب. والاباء ديالهم تيضحيو. خصك تعرف التدريس ديال اي كل دابا مع الكليات الخاصه ديال الصيدله، اي واحد تيطيح على الاهل ديالهم بواحد 60 مليون 600 الف درهم. هادو اللي تيقراو هنا في المغرب ياك، ما بالك هادوك اللي تيقراو على برا. وهادو كلهم تجي وتقول لهم يتوقع انه كاين اختفاء الصيادله. وكاين صيادله اخرين دكتور باش غتعوضهم. اختفاء الصيدليات باش غادي تعوضهم؟ كاين صيادله اخرين دكتور اللي خداو دي كريدي دابا، اللي حالين دي كريدي سواء انطلاقه سواء شنو غادي نديروا معاهم؟ انا كما قلت لك قبيله عندي 32 عام ديال الحرفه. انا الحمد لله بمعنى في هذا الزمن هذا بنيت داري، قريت وليداتي. بمعنى دابا اللي انا قابط في هذا البيدله هذه اللي جيت لابس دابا. وما سولتينيش جيتي بالبيدله واخا فطرنا دابا ملي انا متمسك بها، لانه يرتقب انني غادي نحط هذه البيدله هذه. من نهار فاش غادي نسد الصيدليه ديالي اللي غيدخلوا بوشكر ورؤوس الاموال، انا غادي نحط هذه البيدله هذه. فلهذا وليت متعلق بها، وليت باغي نلبسها ديما، لان هذه بحال الى اخر لحظات انني نتلبس هذه البيدله هذه. فهمتي؟ واش تيبين دكتور ان الصيدلاني واخا هكاك متعلق بالمهنه ديالو انا دابا تنقول لك هو انه انا ما بقاش عندي واحد الجانب عاطفي. كاين واحد دابا المادات الحمد لله، هو انني دابا انا في زعما مستور الحمد لله، عندي دخل ديالي. بمعنى ما عنديش هذا. اما هذا لو جون فارماسيان، هذا الصيدلاني الشاب اللي في بدايه المسار ديالو واللي خدا كريدي واللي تيتقاتل وتيجري. فهمتيني؟ لانه عنده الهاجس الربح باش يولي لنا. حنا عندنا جوج ديال دو كاسكيت. حنا دابا الصيادله ولا جوج ديال الاقنعه ولا جوج ديال الكفاءات. حنا نعم نحن اطار طبي قطاع الصحه، وتنديروا لو جيست ميديكال، تقديم الدواء في اطار طبي.
والعلم ديالنا ولا لا فورماسيون ديالنا التكوين ديالنا كله طبي، ولكن حنا عندنا بحال شكل ديال الشركه، ونحن مقاوله تجاريه. عندنا جوج، حنا هو الوحيدين اللي عندنا هكذا، عندنا روجيس دو كوميرس، عندنا اون باتونت، وعندنا نقولوا شحال تيخلص الصيدلي في هادشي ديال لا باتونت وديال لي تاكس على شنو الضريبه على الربح وعلى هذيك لونسين سي يوسف. هذيك دابا انت تجي داخل الصيدليه وانت تتخلص في الضرائب. عرفتي تيجيو بزاف ديال المواضيع، اسمح لي تنخلطوا الشعبان مع رمضان وحنا في رمضان. لا حنا خصنا دابا ملي تجي داخل الصيدليه وانت تتخلص في الضرائب، ملي تجي تدخل الصيدليه بعدا تتخلص على داك لونسين، هذيك لونسين تتخلص عليها، تيخلص عليها الصيدليه بين 2000 حتى 5000 درهم في العام، ياك؟ وعلاش غادي نخلص عليها وهي في القانون في القانون 17/04 حنا ملزومين اننا نديروا اشاره ضوئيه وعلامه ضوئيه باينه للمواطن باش يتجهوا للصيدليه. بمعنى ملزوم علينا باش نديروا واحد العلامه ضوئيه فيها الاسم ديال الصيدليه والاسم ديال الدكتور. فهمتي كيفاش بغيت نقول؟ وملي تكون الحراسه، ملي تكون الخدمه ديال الحراسه ديال 24 ساعه ولا 48 ساعه، خاص المواطن بسهوله انه يجبر داك الصيدليه عبر هذيك اللي تنخلصوا عليها. يلا واش ملزوم عليا انا نديرها لارشاد المواطنين؟ علاش غادي نخلص لك عليها؟ علاش غنخلص عليها 5000 درهم؟ زيدها انت دخلتي للصيدليه، تدخل للصيدليه معلوم لان حنا تجاره، دونك تنخلصوا الضريبه على الارباح. وبعض المرات تيجيو تيقول لك اسيدي خصك تخلص واحد لا كونتريبيسيون لوبغاتوار، واحد الضريبه التشاركيه ديال 5%، وإلا ما خلصتيهاش في هاد ال5 سنين هادو تجيك مراجعه تنوض تتخلصها، ياك؟ بعدا انت دخلتي الصيدليه خصك تخلص من غير الضريبه ديال العلامه الاشاريه، خصك تخلص الضريبه ديال الاسبال، خصك تخلص سيدي لا باتونت نسبه للقيمه السومه الكرائيه. وهاد الناس دابا اللي تيكريو بواحد الثمن باهظ، عرفتي ثاني تطلع هاد لا باتونت اللي ولا تتسمى لا تاكس بروفيسيونيل، الضريبه المهنيه تطلع بواحد القدر قداش. زيد سيدي خصك تخلص سيدي التامين، خصك تخلص التامين، لانه اي غلطه مهنيه وقعت، ولا اي واحد دخل وطاح وقعت له جرح، ولا هادو شنو هي لي زومبلوي ديالك زعما المساعدين ديالك لي اسيستون. وعلى هذه القضيه دابا راه بزاف ديال الصيدليات اللي تيخدموا معاهم صيادله. انا خدامه معايا صيدلانيه، دكتوره صيدلانيه، نسلم عليها من هذا المنبر هذا، دكتوره مريم، وواحد طالب في السنه الرابعه ديال الدراسه ديالو ديال الصيدليه. بمعنى الصيادله بزاف ديال تيخدموا معاهم صيادله، دونك انا مامنهم داير لهم التامين ديالهم. دونك التامين والتامين على الصيدليه، ومجبرين ان نديروا التامين كوفرتور توتال ديال الصيدليه ديال وقعت شي حاجه للمريض هذا. دونك هادشي كلشي بزاف ديال لي شارج اللي تياخذوا مع الكاهل ديالهم، وملزمين تياخذوا مع الكاهل ديالهم العاتق ديالو الصيدلاني. وما بالك هاد الصيدلاني الله بدا واخد كريدي لان خصو يسكن، خصو يربي اسره، يكون اسره، خصو يقري وليداتو، وتجي انت وتقول له يرتقب انك انت ما غتبقاش، انت تتبخر، وانني غادي نبلاصيك بمن برؤوس الاموال اللي غادي يقدموا واحد الخدمه، وتقول له يا سيدي شنو غيقدموا. هنا تستولي داكشي مبهم، ما تيقول لك ما فهمناش. وشكون هما هاد رؤوس الاموال ومنين غيجيو، شكون التجربه اللي عندهم تماما، واش غيوقع الاختيار ديالهم حسب اي شنو ابيل دوفر ولا شنو غيوقع، واش ابيل دوفر ولا شنو. ولكن هما دابا راه كاينين، شوف راه ما تيقول لك با دو فيمي سون فو، ما كاينش هاد راه كاينين دكتور، ما كاينش شي فيمي شي بخار ولا شي حاجه الا ما كانش العافيه من التحت. سمعنا دكتور انهم كاينين فعلا، كاينين. لا سمعنا انهم كاينين، يعني ماشي حبر على ورق. نعم. ولكن سمعنا ان ربما بداو كيجهزوا كيتسناو غير. ومني تجمع المعلومات دابا هما ماشي غادي يدخلوا في تنافس مع الصيادله، بمعنى غادي يدخلوا يبلاصيو الصيادله، بمعنى غادي يدخلوا باش يديروا واحد كيفاش واحد الاحتكار ديال السوق بالمعايير ديالهم هما، والمعرفة العلم ديالهم الا عندهم شي علم،
وباش يحيدوا الصيادله. وداك الشيء اللي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انهم يرتقب ان الصيادله ما غيبقاو شيء. وهنا كاين الاختيار، هذا اختيار ديال من شي في اخر المطاف. شكون اللي تيختار؟ شكون اللي تيختار؟ شكون اللي تيطالب باش الحاجه تكون ولا ما تكون؟ شكون في اخر المطاف؟ شكون؟ المواطن. بطبيعه الحال المواطن هو اللي في الاخر. الا كان المواطن غضب علينا حنا الصيادله، ولا المواطن ما تنحققولوش الطلب ديالو، يخرج يقولها انا هاد البدله هادي نحطها من غدا. طبيعه الحال هذا الشيء مساله معقوله. هو واقعي. المواطن هو اللي يحكم بيناتنا، هو اللي يحكم تمام. في الاخر. الا كانت المواطن متضرر من الصيدله، من الخدمه ديالي انا كصيدلي، الا كان متضرر، حنا مستعدين اننا فعلا. اما الا كان المواطن عجبه الخدمه ديالنا وقابلها وتيقول سيدي حنا في امان الله، ان الصيدلاني سيقاوم الى اخر نفس انه ما يحطش البدله ديالو وما يضيعش في الصيدليه ديالو. وهذه زعما اكيد ان الصيادله، ودابا انا عرفتي راه نايضه واحد شنو نقول لك، واحد الالتحام كبير، واحد الغضب غادي تيتصاعد ديال 14,000 صيدلاني اللي تيقولوا لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن، وما باغيينش يوصلوا لشي مواصل. فهمتيني؟ عمر الصيدلاني هو الاخير اللي ديما كان تيبرد وديما تيبقى تيقول هو انه انا اول شيء وانا عندي الاعتراف ديال المريض وديال المواطن ديالي، ويقولوا اللي بغاو يديروا اللي بغاو. انا تندخل الصيدليه ديالي تنسد على راسي في الصيدليه ديالي، تنخدم المواطن المريض بطريقه زعما بضمير وبمهنيه، وكاين واحد الرضا. فهمتي؟ اما دابا الا غادي يجيو حنا يبلاصيونا بهاد رؤوس الاموال، لا يمكن، والصيدلاني سيقاوم. طبيعه الحال سيقاوم دكتور. حنا غادي بجميع السبل. شنو هي السبل المشروعه القانونيه المضبوطه، القانونيه المرخصه. احنا بلد قانون، والصيدلي ديما تحت القانون وتيتبع القانون، ولكن لن نستسلم. هادشي اللي كاين. دكتور، حنا نفتحوا واحد القوس، نخرجوا شويه من هذا الموضوع. مرحبا. نستغلوا الحضور ديالك معنا. انت كنتي في الفتره ديال كورونا كنتي ناضلتي بزاف على المساله ديال اللقاحات. باقي عندك نفس الراي ان اللقاح ديال كورونا كان عنده ضرر؟ انا نقول لك انا كنت ضد. انا نقول لك لا المساله ديال اللقاح كانوا مسائل اللي تحترم، كانوا اراء اخرى ربما انا ما متفقش معها، ولكن كانت واحد اللجنه طبيه تدير واحد التوصيه وكذا. ما عليناش. منين انا ما امنتش بداك الشيء، وبزاف ديال الاطارات الطبيه، وكان عندنا واحد الائتلاف ديال اكثر من 5000 صيدلاني وطبيب وجراح اسنان وممرض، وكنا تنعارضوا هاد اجباريه التلقيح لا سيما على الاطفال. وهنا انا كنت ضد اجباريه التلقيح على الاطفال. علاش؟ لان الاطفال كانوا الاطفال حصرا غير الاطفال تماما، بمعنى واحد عاقل رشيد كبير يدير بنفسه اللي بغى. بمعنى في العالم كله كانت تضاربات، كاين اللي مع التلقيح، كاين اللي ضد التلقيح. اما باش الاطفال تجي ودير عليهم واحد اللقاح اللي هو اصلا ما هو غير حقنه جينيه تجريبيه، ما عندها حتى شي بعد ولا بعد صحي، ما كان لاش من تنجز في واحد 3 شهور ولا 6 شهور ديال شركات لوبيات عندها عشرات ملايين الدراهم. بمعنى احنا فيها دابا. دخلوا وقالوا اسيدي كاين اون كري لو بوزوان. فهمتيني؟ تيخلقوا الاحتياج. تيقول لك راه كاين واحد المرض، خصنا نعرفوا واش كاين هذا المرض هذا فعلا ولا لا، وكاين الاحتياج الى الدواء، وديروا الدواء، واجباريه انكم ديروا هذا الدواء هذا اللي هو تلقيح. دونك انا كنت ضد التلقيح الاجباري ديال الاطفال فعلا، وناضلت مع فئه
ديال الصيادله وديال الاطباء ديال الاطر الصحيه ضد اجباريات. واتضح من بعد هو انه الاطفال ما كانوش يمرضوا، واتضح هو انه وقعت عواقب، وقعوا دي زيفي سكوندير. شنو هما لي زيفي سكوندير؟ مضاعفات وقعوا مضاعفات صحيه على بزاف ديال الاطفال. ولكن الحمد لله على كل حال. والمغربي هو هكذا، ملي تيوقع الافات تيتقبل وتيقول المكتاب حنا تنامنوا، حنا مؤمنين تنامنوا بالكتاب وتنزيدوا القدام. دكتور، حنا باش نختموا كاين في التوصيات ديال مجلس المنافسه ما كانش غير هذه المساله اللي كانت سلبيه بالنسبه للفارماسيان، ممكن كانت بعض الامور اللي هي كانت ايجابيه اللي تطرقوا للمساله ديال ان ممكن الفارماسيان يولي عنده الحق في الاستبدال ديال الدواء. ممكن الحق في استبدال الدواء. يعطيونا دابا حق استبدال الدواء. دابا عاد لنا غيعطيو يمكن المتشكره ماشي لينا حنا. ولكن حنا ما غنبقاوش دوك ربما يعطيوها هما كيمهدوا المتشكره. ولكن ولكن تكلموا حتى على ضروره تطوير القطاع ديال الصيدله من خلال واحد النموذج خدماتي، يعني ان الصيدلاني او الصيدليه تولي كدار فيها واحد المجموعه من الخدمات اخرى اللي الصيدلاني الربح ديالو ما كيكونش غير من خلال داك الدواء اللي كيبيعوا، من خلال لا مجموعه من الخدمات، يعني مثلا لو كونساي. نعم، مثلا لو كونساي نوليو تنحسبوا على المواطن. فوالا هادشي بغاو يخليونا من المواطن، يعني الفارماسيان يبقى منه المواطن. هذه حنا التلقيح اقترحوا حتى التلقيح والمواكبه ديال الامراض المزمنه. يعني هادشي كله كنا تنطالبوا به، ولكن تنطلبوا به نسبيا، لان يجي عندي المواطن وبداك الارشاد ديالي له انني نزيد عليه واحد القدر ديال الفلوس، حتى هذه بحال الضمان ديالنا ما تيديرناش. تصور هو انه داك الكيس بحال دابا تمشي لهاد الاسواق لي غون سيرفاس كيتخلصوا داك الكيس كتخلصوا. واش الصيدلاني عمرو يتخلص في الكيس هو من عند المريض اللي تيجي لعنده؟ اللي بغيت نقول لك سي يوسف هو انه تتقول لي مجلس المنافسه تعطي شي توضيحات وكذا. نقول لك هو انه انا عاد سقط الخبر. انا دابا هنا عاوتاني حتى حنا عندنا في بيناتنا الصيادله هاد التمثيليات هادو راه مشاو قداو الغرض، سمعوا اللي سمعوا، جمعوا داروا الاجتماع الاول والثاني، والصيادله ما سايقين الخبر والو. بمعنى سي يوسف راه كان يمكننا نفيقوا واحد الصباح ونجبروا واحد بوشكره ديجا حل، ويقول لك اسيدي راه تصادق على هذا القانون هذا. اذا كاين مشكل في التواصل بين الهيئات اللي كتمثل الصيادله والصيادله ديال القاعده. كاين هذا مشكل. هذا مشكل تماما. المعلومه ما كتوصلش، لان هاد التمثيليات هادو شي غاديين تيقولوا هادو راه ولاو تيمثلوا نفسهم، لانه حتى دابا الانتخابات اللي تيطالبوا بها صيادله القاعده ديال الانتخابات ديال لا الهيئه ولا النقابات ديالنا ولا التمثيليات ديالنا هادو اللي تنطالبوا بها، هذه سنوات وسنوات وسنوات وهي تتعطل، وتيتهمونا حنا الصيادله ان ما تنظموش انتخابات. ديما كاينه هذه الطريقه هذه، تتهمونا بواحد الشيء اللي حنا تنطالبوا به، فهمتيني؟ تجيو تديروا انتخابات باش تلقاو الهفوه في الصيدلاني، باش يلقاو ديما خصهم يلقاو الهفوه في الصيدلاني ويردوه مسؤول على بعض الاخفاقات. ما يمكنش هاي. اذا يمكن حتى كاين شي جهات مستافده من هذه المساله هذه ديال هذه الهوه الكبيره بين التمثيليه ديال الصيادله وبين الصيادله ديال القاعده. كاين اللي مستافد، ولكن دابا تيتضح هو ان حتى التمثيليات راهم دوك فهموا هو انه راهم دوك طولوا بزاف هاد الحوارات هذه اللي ما تنتج منها والو، حتى هما براسهم جاتهم هاد الضربه هذه وهاد المعلومه هذه، وحتى هما دابا راهم دوك تيطالبوا. حتى الهيئه ديالنا راه هي ديك دفعت رئيس الهيئه الوطنيه لصيادله المغرب دفع رساله لهاد المجلس ديال المنافسه اللي تيوضح انه تيرفض رفض كلي لهاد الاقتراحات هادو ديال مجلس المنافسه، وقدمها حتى ضمنيت رئيس الحكومه. دونك زعما انهم الصيادله كلهم لا هيئه ولا تمثيليات ولا نقابات ولا صيادلات ولا 14000 ديال صيادله القاعده كلهم
تيرفضوا رفض نهائي لهذه المقترحات. اساسا سيدي خلي عندكم المقترحات ديالكم، سيروا شكون طلب منكم تديروا اقتراحات؟ خصكم ديروا اقتراحات ديما تترجعوا للمواطن الذي يطالب بتحسين قطاع ما. فوالا الاولويه خصها تعطى للقطاعات اللي المواطن تشكى منها. تماما. المواطن تيتشكى من الخدمات الصحيه في المستشفيات. نهضوا بالمستشفيات، وفعلا دابا راه كاين واحد المجهود تبارك الله. المستشفيات دابا اللي راه دوك راه كاين واحد المجهود. المواطن تيطالب بتحسين خدمات ديال التعليم بادروا به، بالنقل بادروا به، كما قلنا مساطر اداريه تتعطل عليه بادروا به. واش عمر تشكى لكم المواطن من الصيدليات؟ اذا تيقولوا الزياده من راس ما انا ما قلتهاش سي يوسف. دكتور، في كلمه ختاميه بغيك توجه واحد رساله لي فارماسيان والمواطنين بخصوص هذا الشيء اللي واقع. لي فارماسيان الصيادله اش غادي نقول لهم هو انه احنا دابا احنا كنا جميعا ما تقبلناش هاد التوصيات ولا هادو. شوف هاد التوصيات هادو راه غاديين لواحد القانون، فهمتيني، لواحد القانون اللي تيراجع دابا، اللي فيه مراجعه الصيدليات، هاد النموذج ديال الصيدليات التقليديه اللي بان لهم انها ما غتبقى شيء. وحنا الصيادله راه حنا ما مقبلينو شيء، واننا الى اخر لحظه رمق راه حنا غادي نقاوموا بطريقه فعلا قانونيه ووطنيه هذا القانون هذا. والمرضى والمواطنين كما على هذه العشرات السنين منذ رحيل المستعمر الى يومنا هذا كنا اليد في اليد، وغنبقاو ديما اليد في اليد. قلبنا عليكم وانتم قلبكم علينا. وهذه هي الكلمه. دكتور انس فيلالي، شكرا لك، شكرا الدعوه ديالنا. بارك الله فيك. الحديث معك كان شيق، بارك الله فيك، ونتمنى ان شاء الله الازدهار. وانا تنحييكم صراحه، تنحييكم. الصيدلاني كان ضايع بزاف في هذا الاعلام اللي تيجي ياخذ بكلمته يسول فيه، ياخذ بالكلمه ديالو. تنحيي هذا الاستوديو هذا 25 اطياف 25 استوديو. تنحييكم انكم بغيتيو طبيعه الحال جاكم هاد لا كيوريوزيتي، هذا شنو هو الفضول انكم تجيو تسالوا. لا حنا المنصه ديالنا مفتوحه للجميع. حنا نتمناو انكم عاوتاني تفتشوا فينا ان شاء الله دكتور. مرحبا، ونحن بكل فرح وبكل استعداد ان نستقبلكم. اجيو عندنا الصيدليات، دخلوا الصيدليات، اجيو تشوفوا العمل ديالنا اليومي مع المواطنين ان شاء الله كيفاش نتعاملوا. وحتى نتوما خذوا ان شاء الله القرار ديالكم، واش حنا صالحين ولا يغيرونا. بارك الله فيك دكتور، شكرا بزاف. شكرا الاخوان التقنيين، بارك الله فيكم، شكرا على حسن الاستقبال.